السلام عليكم. في المحاضرة دي هنتكلم مع بعض عن كيفية إضافة فرش مختلف باستخدام إضافات بلوكات من السكتش أب إلى اللوميون، وهنتكلم عن موضوع مهم في اللوميون ضايفينه وهو إضافة أكتر من مقترح لنفس الموديل. لو عملنا مثلا سيرش هنا عن أي حاجة احنا عايزين نبتدي ننزل ليها فرش، وليكن مثلا احنا عندنا اكستيريور للسيتنج، وبدأنا نسيرش عن الكلام ده وجينا مثلا على أحد النتائج اللي زي كده وعملنا داونلود كده، هيبتدي يعمل هنا داونلود للكلام ده. هنيجي هنا هنبتدي نفك ضغط الكلام ده هنا، هيدينا هنا فولدر زي ما احنا شايفين كده امتداد DAA بيدعمه برضو اللوميون بالنسبة لنا، ودي الماتيريالات المستخدمة فيه. حاليا الموديل ده اقدر طبعا ابتدي اجي على اللوميون وابتدي اعمل له استدعاء هنا من خلال الامبورت، وافتح الكلام ده واجي هنا اقول له هات لي كل الامتدادات، واقدر ان انا ابتدي اكليك بالشكل ده، فهيضيف لي الكلام ده. اقدر اضيف له كاتيجوري يندرج مثلا تحت التشيرز، وهنا بالنسبه للامبورت للانيميشن لا مفيش انيميشن في الموضوع، فهبتدي ان انا اقول له اوكي، فهيبتدي ان هو يجيب الكلام ده معايا هنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا جايب معاه شخص بالشكل ده، ممكن ادخل بقى اضيف معايا حاجة تانية الى جانب الشخص ده، او ان انا احذف الشخص لو انا مش عايز يكون ظاهر معايا. لكن طبعا لما بيدخل معانا الموديل بيدخل زي ما احنا شايفين كتلة واحدة على بعضها، ما بقدرش ان انا اعمل سيلكت على حاجة وامسحها. تمام، وبالتالي فايل الكلودة ده لازم نبتدي ان احنا يعني نخليه فايل سكتش اب عشان نقدر ان احنا يعني نشيل منه الشخص ده. فلو جينا حاليا عملنا هنا اوبن ان احنا عايزين اوبن، هتجد ان كل الحاجات اللي بيدعمنا بيبقى اوبن معانا فايل سكتش اب. ولو جينا هنا نقول له عايزين نعمل امبورت، برضو هنا لو نشوف الكلام ده هتجد ان انت تقدر تاخد معاك هنا الكلودة. فهنبتدي نيجي هنا ونقول له عايزين هنا نعمل امبورت للكلودة فايل ان هو يدخل معانا في الفيو بتاعنا. طبعا زي ما احنا شايفين نقدر ندخل معانا الكلام ده ونبتدي ان احنا نedit عليه بقى زي ما احنا عايزين، ونحذف منه الشخص لو احنا عايزين نحذفه معانا. تمام، فطبعا ممكن تimporت الكلام ده في موديل فاضي، او ان انت هناخد معانا الكلام ده وهنبتدي نحرك هنا الكلام ده معانا كده من التوب، مثلا هو يكون موجود معانا هنا بالشكل ده. ولو عملنا روتيشن حاليا اقدر اعمل سيلكت على الشخص اللي عندي واقدر ان انا احذفه معايا من الموديل. تمام، هنحذف الكلام ده وهنبتدي نقول له عايزين save as، وهنسيف معانا الكلام ده مثلا بالمسمى بتاعه بالشكل ده. وهنقول له save. لو جينا معانا هنا تمام، ممكن نبتدي نعمل ري امبورت زي ما اتعلمنا عن طريق الالت وكليك هنا، وابتدي اجي معايا على المكان اللي انا عايز امبورت منه الكلام ده واقول له هنا اوبن، فهيبتدي ابديت معايا الموديل بناء على التعديلات الجديده اللي احنا عملناها بدون الشخص. طيب جميل جدا. ممكن بقى هنا بيديلك امكانيه ان انت تضيف فرايتي يعني ايه فاريشن، يعني نفس الموديل ده تديله اكتر من ستايل او اكتر من اوبشن او اكتر من ديزاين فيه. تمام، فلو جينا مثلا هنا على السكتش اب وابتدينا وليكن مثلا نمسك معانا الكلام ده ونقول ان احنا عايزين مثلا بالنسبه لنا نشيل معانا وليكن مثلا احد الموديلز الموجوده عندنا هنا بالشكل ده. تمام، وليكن مثلا بالشكل ده. تمام، وليكن برضو نحذف دي، اي تعديل يعني. وعايزين نبتدي نسيف ده معانا على انه فايل منفصل، فهنقول له سيف كوبي از، وهنبتدي ان احنا نسيف معانا الكلام ده هنا كمقترح تاني. تمام، بالشكل ده. حاليا اقدر ان انا ابتدي اضيف معايا هنا حاجه اسمها فاريشن لنفس الموديل اللي انا واقف عليه الحالي ده،
اقدر اضيف له مقترح تاني يكون موجود معايا، اقدر ان انا اتوجل ما بينهم في اي وقت انا عايزه. وممكن ناخد الموديل ده ك variation بالنسبه لنا، وهنعمل ليه import برضو بالنسبه لنا هنا داخل التشير، وهنقول له اوكي، لان هو برضو فايل لكن هيبتدي ان هو يتوجل ما بينهم. لو انت عايز بقى تبتدي تنتقل الى واحد، ينقل لك واحد اللي فيه الخدديات، تنتقل الى اتنين يشتل لك الخدديات من المقترح التاني. يبقى هو بيكون نفس الموديل اللي انت شغال عليه لكن بتديله اكتر من مقترح. ده ممكن بقى بيساعدك انت خلاص خلصت البروجكت، استقريت على كل حاجة فيه، لكن في عندك اكتر من مقترح عايز تعمل لهم نفس البرزنتيشن ونفس اللقطات بشكل اسرع. فالمقترحات المختلفة تقدر تضيفها معاك هنا وتلودها في السين زي ما انت عايز عن طريق الاختيار بالشكل ده، وتبتدي ان انت تشتغل على البروجكت بتاعك كريندر واخراج في كل حالة من الحالات المختلفة اللي انت بتلودها معاك هنا. تقدر تعمل import او variation ب يعني عدد كبير جدا، وتبتدي ان انت تظهر العدد ده كله معاك بنفس الافكتس اللي انت بتضيفها على اللقطات بتاعتك المختلفة. فدي ميزة جميلة جدا ان احنا نشتغل بيها. وممكن ان احنا نحذف معانا اي فاريشن احنا مش عايزين، نقدر نحذفه معانا من هنا بطريقة بسيطة بالشكل ده، ونقدر نضيف معانا من هنا.